مفسدات الصوم منها الأكل والشرب متعمدا، ومنها الجماع، ومنها الإنزال، ومنها أيضا أن يدخل في جسده شيئا يصل إلى الجوف كالقطرة في العين أو في الأذن أو في الأنف. إذا استعمل القطرة السائلة ووصلت إلى حلقه فهذا يفطر، لأنه أدخل إلى جوفه سائلا متعمدا. وكذلك أخذ الإبر المغذية، إذا أخذ الصائم إبرا مغذية فإنه يفطر بذلك، لأن الإبر تقوم مقام الغذاء فيفطر بها. وكذلك من مفطرات الصائم خروج الدم الكثير بالحجامة أو الفصل على الصحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وكذلك الحيض والنفاس، هذا مما يفطر الحائض والنفساء ويحرم عليهم الصيام حال الحيض والنفاس. وكذلك الاستقاء، إذا تعمد الإنسان الاستقاء حتى تقيأ فهذا أيضا يفطر